اسمع كده كابتن عصام الشوالي قال ايه وارجع لي علشان اشرح لك القصة من البداية. احنا العرب، احنا مهد الديانات ورسالات السماء، احنا العرب التاريخ والمستقبل، احنا الثقافة والحضارة، احنا بيت الشعر والقصر، احنا ممن تعلمتم منهم واحنا من علمكم، واسألوا شارلمان عن ساعة هارون الرشيد. شارلمان كان ملك مملكة الفرنجة اللي هي فرنسا حاليا، وفي الوقت ده كان بيبعت شارلمان طلاب من عنده يتعلموا من العرب كل شيء في بغداد، وبعد ما بيخلصوا تعليمهم بيرجعوا لبلادهم ويطبقوا كل اللي اتعلموه. وكان هارون الرشيد بيديهم هدايا للملك شارلمان، وفي مرة من المرات اداهم هارون الرشيد ساعة مائية جميلة مصنوعة من النحاس الأصفر، وكان طولها حوالي 4 أمتار، وكانت بتشتغل بقوة مائية جواها، وكانت كل ساعة بتقع منها كورة فوق قاعدة نحاسية، وكانت بتعمل صوت جميل جدا في القصر. والكرات دي كانت بتقع على حسب الساعة وتوقيتها، يعني مثلا لو الساعة 1 كانت بتقع كورة واحدة، ولو الساعة 2 تقع كورتين. وكان موجود فيها 12 باب بيطلع منها فارس على حسب عدد الساعات يدور حوالين الساعة، بعدين بيرجع للمكان اللي خرج منه، ولما كانت الساعة بتيجي 12 كان بيخرج ال 12 فارس مرة واحدة ويلفوا لفة كاملة حوالين الساعة. انتوا متخيلين العظمة؟ وكانت الساعة في الوقت ده مش موجودة في أي مكان في العالم، ومن عظمة الساعة دي كان شارلمان مستغرب ومندهش جدا من نظامها، وحاول يحل لغزها وازاي العرب عملوها، لغاية ما الرهبان في قصره أقنعوه إن الساعة جواها الشيطان هو اللي بيشغلها وبيحركها بالدقة دي، وفعلا جابوا الساعة وكسروها علشان يعرفوا لغزها، ولكن معرفوش وحاولوا يصلحوها مرة تانية ولكن فشلوا. وزعل شارلمان جدا وخجل من عظمة العرب وذكائهم الغير عادي، واقترحوا عليه الناس وقتها انه يكلم هارون الرشيد علشان يبعت لهم وفد من العرب يصلحوا الساعة، ولكن شارلمان طبعا رفض وقال هقول له ايه، كسرت هديتك علشان اعرف ايه اللي جواها ومعرفتش اصلحها بعد ما كسرتها انا وكل العلماء والمهندسين اللي موجودين عندي. ودي بقى عظمة العرب في العصر الذهبي، واظن ان دي رسالة صريحة وواضحة للغرب واوروبا، قبل ما تحكموا علينا كعرب وعلى معتقداتنا وثقافتنا وبتنتقدونا انتقاد لاذع ومايع، يبقى ارجعوا للتاريخ الاول. ولو عجبك الفيديو ده ما تنساش اللايك والشير.